ما ينص عليه الدستور. اليوم كيف لنا وقد أعطينا نتائج انتخابات تشريعية ديمقراطية أن نعرج على انتخابات أخرى، مع أن الدستور يعطي صلاحيات كاملة لجلالة الملك في اتخاذ قرارات بمقتضى صلاحية المخولة له دستوريا. الآن هذا البلاغ الديوان الملكي الذي يعفي بموجبه جلالة الملك رئيس الحكومة المعين المكلف، هو هذا البلاغ جاء طبقا لمقتضيات الدستور للفصل 47 من الدستور، الذي يمكن لجلالة الملك بأن بصفته الساهر على حسن سير مؤسسات الدولة أن يتدخل لحسن سير هذه المؤسسات. وأنا كما قلت في البداية، تأخير السيد عبد الإله بن كيران في تشكيل أغلبية حكومية كلف الدولة المغربية مليارات من الدراهم، طيب. ويعني عطل مؤسسات الدولة بشكل كبير. هناك خيار آخر يطرح، تشكيل حكومة وحدة وطنية من جميع الأحزاب الحاصلة على مقاعد في البرلمان. هل هو أمر مقبول من قبل جميع الأحزاب سيد تلاتي؟ نعم سيدتي، هناك الآن يجب أي سيناريو أن يبقى ملتصقا بمنطوق وروح وجوهر الدستور. دستور المملكة المغربية يمنح للملك بصفته الساهر على تنزيل الدستور، بصفته الساهر على حسن سير المؤسسات، وبصفته رئيسا للدولة. لا ننسى هنا نميز بين أن الحكومة لها رئيس والدولة لها رئيس، وجلالة الملك بصفته رئيسا للدولة يترأس المجلس الوزاري، بمعنى أن جلالة الملك تبقى له كامل الصلاحيات في الالتزام بمنطوق الدستور رسميا، وفي أيضا في إيجاد إن لم يتمكن بطبيعة الحال وإن لم يوافق الطرف الآخر على مقترحات تسهيل وتيسير مأمورية حسن سير مؤسسات الدولة. فإن التأويل الدستوري أيضا، التأويل الدستوري يبقى صلاحية من صلاحيات جلالة الملك لكي يرى ما هو مناسبا لسير مؤسسات الدولة إلى حين القيام بانتخابات